السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ يا صاحبي معلش بس عشان ما بعرفش اقرا، في رساله يعني جات لي من الدكتور وانا كنت في مشوار بجيب علاج لوالدتي وكده، كنت رسالة؟ بس بعد اذنك عشان ما بعرفش اقرا ولا اكتب. بص، هو بيقول لحضرتك ان والدتك محتاجة عملية النهارده ضروري، العملية ب 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ اه. للاسف انا مش من هنا. امال انت منين يا صاحبي؟ مش شرقيه. احسن ناس. ربنا يخليك. مش معايا المبلغ ده للاسف. مش معاك الفلوس يعني؟ انت هنا لوحدك؟ اه. معكش حد؟ للاسف مش معايا حد لا. طب وبعدين هتتصرف ازاي؟ مش عارف. طب اقدر افيدك بايه يعني؟ هعمل ايه؟ مش حد يقدر يطلع لي المبلغ ده من هنا وانا اسدده له على حاجات يعني كل شهر كده. مفيش مشكلة، بس يعني هي فين طيب؟ في مستشفى ايه؟ هي انا في مستشفى في المنصوره. لازم ال 2000 جنيه يعني؟ لازم ال 2000؟ انا مش بمزاجي، انا بقول لحضرتك لو حد يطلعهم لي وانا اقسطهم له حاجه في حاجه حتى على الاقل. لو تعرف حد يساعدني في الحوار ده. الله اكبر الله اكبر. حد تبعك يقدر يطلعهم لي تبقى عملت. طب انت قاعد فين ولا قدامك قد ايه؟ انا ممكن انا قدام النهارده يعني. لا انا كده هخلص العمليه بتاعت والدتي وهمشي اتوكل على الله على طول. ممكن ابعتهم لك حتى اتصرف انا من بلد من عندي وابعتهم لك مش مشكله، بس حد يطلعهم لي. لو هديله ضمان هديله تليفوني، لو عايز تليفوني خليه معاك. ممكن اديك بطاقتي برضه مفيش مشكله. حاجه تضمن لك حقك يعني. انا معايا فعلا ال 2000 جنيه بس يعني انا عندي ظرف كده، بس ممكن اصبر على نفسي شويه. طب انت ما تقدرش تسددهم لي يعني في خلال الشهر ده؟ بس انا فعلا عندي مشاكل وظرف، بس مش قادر اسيبك. هحاول على قد ما اقدر صدق. بص، هو رب الاذان بيدن اهو. انا يعني مش عارف، حاسس ان اللي جاي كويس، فانا يا عم هديهم لك والله المستعان. كتر خيرك. تستناني بس 5 دقايق اروح البيت ولا تيجي معايا؟ خلي بالك انا من الموتوسيكل لحد ما احطك تاني. خلاص، انا البيت جنب منك اهو. خلاص. دقيقه واحده بس يا صاحبي. يا صاحبي. بص، انا مش عارف اقول لك ايه والله، بس انا كان نفسي اجيبهم لك كاملين، بس انا دلوقتي يعني هم اللي كانوا معايا 2000 جنيه، فانا يا صاحبي جبت لك 1600 جنيه هم، وسبت الفيديو 400 جنيه. معلش يعني، حاول انت تتصرف فيه، بس امانه عليك يا شيخ. زي ما اتفقنا يبقى اخر الشهر، عشان انا برضه ورايا التزامات، وربنا اللي عالم انا جبتهم لك ازاي. بس الاذان كان بيدن، وانا يعني نويت لي النيه لله يعني ان ربنا يكرمني انا وانت باذن الله. معلش انا كان نفسي اكملهم لك بجد والله، بس بسيطه يعني. مش انا شايف ان هي يعني ممكن تعدي. كتر خير. وربنا يا عم يقومها لك بالسلامه، تشوفها احسن من الناس. طب معلش ممكن تقرا لي الرساله دي بس عشان الدكتور بعت لي رساله تانيه. الدكتور؟ حاجه ولا ايه؟ مفيش يا عم. المبلغ هيبقى اكبر. عايز فلوس تانيه؟ فلوس ايه؟ انت قلت لي انت منين؟ الشرقيه. انت هنا لوحدك؟ عايز فلوس اكتر من كده؟ بص يا صاحبي، هو مش عارف في الاول يعني اقولها لك ازاي ولا اجيبها لك ازاي، بس هو الواضح ان يعني نقول انا لله وانا اليه راجعون. هو الدكتور دلوقتي بيقول ان والدتك يعني بقال الله، وعايزك تشد حيلك كده وتيجي مضمون. بجد؟ هو كاتب كده. بتهزر؟ لا هو فعلا كاتب كده. معلش يا سيدي، احنا عبيد كلنا لها، وكل واحد بيجي ميعاده يعني. انت لوحدك يعني؟ انت وحيد مالكش اخوات؟ لا. طب انت هتتصرف ازاي دلوقتي ولا هتعمل ايه؟ عاوز اروح لها بقى المستشفى. طب تعالى اركب اوصلك. اركب. بس ثواني. في حاجه تانية ولا ايه؟ بص، هو مفيش اي حاجه من اللي أنا قلتها. بطل بس المكنه. انا والدتي مش تعبانه ومش محتاج فلوس. امال انت؟ ما تزعلش مني. انت كنت النهارده ضيف معانا في حلقه في برنامج موطني، وبتمنى ما تكونش زعلت مني اللي انا عملته، بس انت كنت النهارده بصراحه شاب جدع، واتمنى ان كل الشباب تكون زيك كده، وانت طلعت قدوه كبيره لينا. لو بصيت ورا ظهري هتلاقي في كاميرا كانت بتصورك. اتمنى ما تكونش زعلت، حقك على يا عم زعلت ايه بس؟ كاميرا ايه وبتاع؟ كاميرا على شمالي يعني. طب يعني انت وجعت لي القلب يا سيدي. حقك عليا ما تزعلش. يعني انت مامتك مش تعبانه بجد ولا انت محتاج الفلوس؟ ده انا والدتي مش تعبانه ومش محتاج اي فلوس. شكرا جدا لذوقك، شكرا على الفلوس دي، واتمنى ما تكونش زعلان مني. والله انت يعني بصراحه وجعت لي قلبي، ومش عارف والله اقول. دماغي انا ما تزعلش. لا ولا يهمك يا سيدي. يعني انت فعلا مش محتاجهم بجد، ولا والدتك تعبانه ولا اي حاجه؟ لا مش بجد؟ فلوس. ما تحرمش مني.